على بركة الله. أهلا وسهلا بخوتي خواتاتي وليداتي بنياتي بالمشاهدين ديالي العزاز الغاليين، مغاربة اللي داخل أو لا اللي في خارج أرض الوطن، أمازيغ، سوس، أطلس وريف. تحية كبيرة لخوتي العرب بلد ببلد بدون استثناء. السلام أي مزيغان لاباس غيرون تهنا مويتيا الحال. نتمنى خص قلبي تيجي مقرمان ذهنا يا ربي. وقبل ما نبداو يلا وجميعا نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا خوتي خواتاتي كما كتشوفوا غادي نشارك معكم طاجين ديال الكفتة ديال اللحم الاحمر، المهم بمطيشه وهادشي اللي كاين. غنشارك معكم الطويجين هذا، راه كيجي لذيذ، كيجي بنين وكيجي سهل وسريع التحضير وبسيط حتى في المقادير ديالو. وصراحة دائما الطواجن او الاطباق ديال الكفتة كما بغى يكون نوعها بقري بيبي غنمي حوت، يعني كتكون من اسهل واسرع الوصفات والاطباق، يعني كيوجدوا في ساع في ساع. ما كياخذوش لينا لا الوقت لا المجهود لا حتى شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين هنايا خوتي خواتاتي. عندي داكشي اللي قسم الله ديال الكفته، وصراحه راه زعما متبله، لكن غادي نضيف لها شويه ديال التوابل ما فيها بس. غادي نزيد نشرملها. عندي هاد الكميه هادي وصراحه الله غادي ندير منها يمكن نص ولا مهم ما غاديش نديرها كاملها. غادي نخلي واحد الكميه لمره اخرى ان شاء الله، بحكم غير انا وليداتي ماشي مشكل. داكشي اللي غادي ندير داكشي اللي غادي يكفينا ان شاء الله. صافي كما شفتوا ما زولتش من البلاستيكه ديالي باش نوفر عليا المعينات. غادي نشرملها نيت في وسط البلاستيك اللي شريتها فيه. كما شفتوا راني غادي نضيف هنا كما شفتوا كنضيف القزبور ومعدنوس اللي مقطعين رقيق. عندي الثومه وكتبقى الثوم على حسب الذوق. وصراحه الكفته واللحم طواجن كيجي معاهم بزاف بزاف كتجي معاهم الثومه، لكن انا كنقول بالنسبه لي كتنزل ليه الضغط يحاول يتجنبها ما امكن. المهم انايا راه درت غير واحد الفص وصافي. نتوما غير كثروا منها، راه كتعطي واحد الذوق اللي هو زوين، كتعطي نكهه، كتعطي مذاق، عندها المسه ديالها خاصه صراحه. وهنايا عندي واحد البصله، ف اللي بغى يحكها ماشي مشكل يحكها، ومن بعد يشد ديك البصله اللي محكوكه يستقطرها هكا يعصر من هذاك الماء ويزيدها للكفته. فانايا ما بغيتش كاع حتى ديك الفوائد اللي في داك الماء د البصل ما بغيتش يضيعوا ليا. صافي شلطها على هذا الشكل هذا، راه ما كتبانش، راه كتذوب في وسط الكفته وكتجي بنينه وصحيه. يعني ما كاين لاش داك الماء ديال البصله نزولوه. مادام كاينه الطريقه اننا نشلضوها وما كتبانش في الكفته وكتعطي مذاق وكتعطي فوائد، يعني ما كاين لاش غادي نزولوا داك الماء. المهم لكم الاختيار. انايا شلطتها كرقيق وغادي نضيفها ان شاء الله للكفته ديالي. فكما قلت لكم زوينه زوينه بزاف، واللي بغى يحكا ويعصر من هذاك الماء فما فيها باس. علاش الناس كيزولوا داك الماء البصله؟ غير باش ما تطلقش لينا الماء ديالها في الكفته. يعني اذا حكيتوا البصله كتطلق الماء، وداك الماء كيخلي الكفته ديالنا فيها الماء، ما كتجيش هي هذيك. ف شلضوها ما غتطلق لكم لا ماء لا حتى شي حاجه وكطيب
كتجي فتيه، كتجي ما كتبانش كاع. هنايا زيت واحد شويه ديال الروز، نقعته شويه في الماء، غسلته من طبيعه الحال وفزكته في شويه ديال الماء. المهم هنايا راني استقطرته وضفته الكفته ديالي، وكيبقى اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش فماشي مشكل. لكن انا راه وضعت منه، ما درتش بزاف صراحه. المهم درت واحد شويه بركه. وكما شفتوا هنا كندخل مزيان مزيان ديك البصله في ديك الكفته وداك القزبر والمعدنوس. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نضيف التوابل. انايا ضفت الخرقوم اي الكركم، ابزار يمكن اولا الكمون، التحميره، مع سجلت الفيديو عاد دابا كنسجل عليه الصوت. انا سكينجبير، الملحه، صافي. هنايا غادي نفرك مزيان مزيان ديك الكفيته في وسط البلاستيكانيت، نفركها مزيان باش دوك العناصر كاملها تنسجم مع بعضياتهم وتعلق لينا ديك الكفته. المهم هنايا رديت البلاستيك جنب. هنايا غادي ندوز باش نصاوب معكم لاصوص فاش غادي طيب الكفته ديالنا. هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل، المهم هنايا حكيت غير مطيشه. يعجبكم تحكوا حتى البصله حكوها، انا صافي اكتفيت بها في الكفته. هنايا درت التوابل، سكيجبير، الثومه، الكمون، البزار، التحميره، والخرقوم اللي هو الكركم، المليحه من طبيعه الحال. وهنا غادي نضيف زيت العاديه، زيت المائده، وغادي نسد على الطويجين ديالي ونخليه يتقلى ليا ويتشحر مزيان مزيان. باش غادي نضيفو ان شاء الله الكويرات ديال الكفته وشويه ديال الربيع. هنا البنات راه تقلى معايا الطاجين ورويته بالماء اللي هو سخون، لكن ما تصورش معايا المقطع. سمحوا لي، ضروري يكون الماء غليان باش الكفته ديالكم ما تفرتتش معاكم. فاش تنزلوا الكفته ديالكم في وسط لاصوص، فاش كتكون سخونه يعني الكفته كتجمع. اما الا كانت لاصوص ولا داك المرق يكون بارد، فالكفته ديالكم غادي تشتت ليكم، ما غتبقاش محتفظه على الشكل ديالها. المهم غادي ننزل هنايا خوتي خواتاتي الكفته ديالي كامله. فغادي نبقى مستمره نضيف في الكويرات ديال الكفته ديالي. وهنا كنقول لكم عفاكم خليوا لي لايك، كتبوا لي تعاليق، بارطاجيو، شاركوا في القناه، وديروا لي مشاهده كامله. رحمه ومغفره لكم ولوالديكم، وميسره وتيسير ان شاء الله لاموركم. راه كلشي غير اجر، والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيكم. فكما شفتوا هنايا ضفت واحد المزيوده صغيره ديال الحار، بالرغم انها صغيره الا راها حاره بزاف بزاف. دائما فاش كنضيفهم فاش كتكون عندي فلفله حاره كندير معاها الحذر، اما كنطيبها ما كنخليهاش طيب مزيان نزولها، اولا كنخليها حتى للتالي بحكم الا غفلتي عليها يعني كيجي الطبق كله حار. انا راه من محبين ديال الحار، لكن راكم عارفين الوليدات صغار ما كيقدروش عليه. المهم الكفته بحكم انها كطيب دغيا يعني درت الحار من دابا صافي، ودرت الربيع ديالي على هذا الشكل ديال هذا. وغادي نسد على الطويجين ديالي ونخليه يطيب. هنايا راه غير درت معكم دويره باش تشوفوا الطويجين وهو كيبقبق وكيطيب صافي. هنايا راه طاب ليا الطاجين، وغادي نضيف ليه
هذا المكون هذا اللي كيجي بنين مع الكفتة كما بغات تكون النوعية ديالها. اللي كيبقى اختياري، عجبكم تضيفوه، ما عجبكمش فماشي مشكل ما يضافش. المهم راه كيجي مواتي مع الكفته الصراحه. هنا كما شفتوا ضفت لهذا البيض هذا، ضفت ليه الملحه وطربته. غادي نطربو مزيان مزيان باش غادي نضيفو الطويجين ديالي. وكما كتعرفوا راه البيض ساهل في الطياب، يعني حتى يطيب لكم الطبق ديالكم عاد كتضيفوه، يعني صافي، يعني غير كتضيفوا البيض ديالكم على هذا الشكل هذا، كتسدوا عليه غير يشد فراسو كتطفيو عليه. المهم انا غادي نوزع هذا البيض هذا بشكل متساوي على الطاجين، وغادي نسد عليه ان شاء الله ونخليه غير يشد فراسو، وغنطفي عليه الطاجين وان شاء الله نرجع معكم في الشكل النهائي. صافي هنا غادي نسد على الطاجين ديالي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه بسيط، سهل وسريع التحضير ولذيذ. اهم انه لذيذ لذيذ. وهنا خوتي خواتاتي كنقول لكم هذا هو الطبق ديال اليوم. وصلنا لنهايه الفيديو، وكنتمنى منكم تدعموني بلي لايك، تعليق، بارطاج، اشتركوا في القناه، ديروا لي مشاهده كامله. وحتى لهنا خوتي خواتاتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الفيديو الجاي ان شاء الله. واعانكم الله جميعا.